الناس اللي هتتجوز وهتكتب قسيمة الجواز تسمع الكلام ده وتحطه في دماغها. حاجة مهمة لو عملتها وكتبتها في القسيمة انت هتلبس في حيطة، فتعالى نلحقك قبل ما تتصدر. كلمة وذلك على الصداق المسمى بيننا مش معنى كده ان هي ملهاش مؤخر صداق، لا، انت ارحم ليك تكتب المهر وتكتب مؤخر الصداق. ليه؟ لان هي بعد الطلاق بتروح ترفع دعوة بالطالب بمؤخر الصداق. طب هنا مفيش في القسيمة مؤخر صداق، لا يا ناصح اسمع، ده هترفع القضية والقضية يحيلها للتحقيق، وهي لو ما جابتش شهود تثبت ان انت مؤخر الصداق كان قد كذا، هيروح القاضي طالب منها قسيمة لبنت عمها، لبنت خالها، لحد من جيرانها ومتجوزة في نفس التوقيت ده، وهيشوفوا مؤخر الصداق بتاعها كام ويدفعوك يا باشا. يبقى انت ارحم ليك تكتب مؤخر الصداق في القسيمة. ليه؟ لان احنا ما نعرفش مؤخر الصداق اللي هم هيجيبوه ده كام، ما نعرفش اللي اتجوزت معاك كاتبه كام في القسيمه بتاعتها. يبقى انت ما تكتبش في القسيمه وذلك على الصداق المسمى بيننا، اكتب مؤخر الصداق الصحيح واكتب المهر الصحيح، عشان لو رفعت خلع نسترد المهر اللي هي كاتباه. تمام يا ابطال؟ السلام عليكم.